المشهور دايما على حق. ايوه انت سمعت صح، المشهور دايما على حق، مش الزبون. لا، المشهور كلمته مسموعه، المشهور صوته اعلى، المشهور صدى كلامه بيوصل ابعد وبيعرف يظهر انه على حق حتى لو الحقيقه عكس كده. والمشهور مش لازم يكون على الشاشه، ممكن يكون مشهور وسط زمايله، في شغله، في منطقته، في دايرته. شهرته هي اللي مدياله مصداقيه حتى لو هو ما يستحقهاش. والحقيقه ان احنا سواء بطيبتنا او بعبطنا، سميها زي ما تحب، احنا اللي عملنا لشهرته سعر. بقينا بنصدق الاسم قبل الكلام، بنمشي ورا الصوت قبل ما نفهمه، كأن الشهرة بقت دليل مش مجرد صدى. واللي يستاهل الشهرة ما بيسعلهاش، ولما بيوصل لها بيخاف لأنه عارف إن الكلمة ممكن ترفع ناس وممكن تضيع ناس. ده بيخاف أصلا لشهرته تضيعه هو شخصيا، لأنه بصراحة فاهم حقيقته صح. خلي ودنك ميزان عدل وعينك ميزان حساس، فلتر كل اللي بتشوفه أو بتسمعه. ما تخليش صوت اللي بيتكلم يحجب عينك عن الحقيقة. فوق لنفسك قبل ما تغرق، من كدبة لكدبة ومن صوت لصوت ومن موقف لموقف. وانت يا مشهور، عايز اهمس في ودنك، بص كويس انت ماشي على فين وبتسوح مين وليه، عشان في وقت معين لا ترند هينفع ولا فلوس هتشفع. دور الكلام في ودنك كويس، لانك مش هتتحاسب على نفسك بس، لكن الشيلة هتكون تقيلة قوي، هتكون اتقل من شهرتك واتقل بكتير من كل اللي عملته في حياتك. ودي مش مجرد نصيحة، دي تجربة من مجموع تجارب.